السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أنا بنقل الشكل ده من حزني وأسفي إن العربية فضلت تولع لحد ما انتوا شايفين بقت عاملة ازاي. الكلام ده عدى عليه نص ساعة يا جماعة على ما عربية الإسعاف جت. زي ما انتوا شايفين كده عربية الإسعاف جت ومشت، عربية المطافي دي لسه جاية دلوقتي بعد نص ساعة من الموضوع. شوفوا بقى بقت عاملة ازاي العربية، يعني نصها بالظبط بدأ يتفحم، فمنظر يحزن جدا. يعني انا مش عارفه الطريق هو اللي عطل المطافي ولا ايه بالظبط، بس الواحد عفوا الواحد حزن بصراحه على شكل العربيه، والله اعلم باللي كان جواها. طبعا حصلت قبل ما المطافي تيجي فوقفت بعيد عنها خوفا لحاجه تفرقع، بس جايه بعد ايه بقى؟ جايه بعد ما العربيه كلها ولعت. حرام والله كده، العربيه خلاص انتهت اصلا. هما هيطفوا النار بكرة سنة والشباب خلاص كل واحد يروح لحاله بقى. هما هيشدوا العربية ازاي؟ دي اصلا طبعا طالعه فوق الرصيف اهي في النص بالظبط. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يسلم صاحبها يا رب. ويلطف بيه. يا ريتهم كانوا جم من الاول، كانت اتطفت وهي لسه بحالها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لطفك يا رب لطفك. عربيه تانية كمان جت اهي، وقفوا الطريق خالص كمان عشان يعرفوا يطفوا. الطريق كله وقف. ليه شعل الفجأة ده؟ فيها نار لسه اهي. لا حول ولا قوة الا بالله يا رب. استر يا رب. مفيش اسعافات تانية ولا مفيش اصابات؟ استر بس البنزين ما ينفجرش. طبعا انتوا شايفين الخرطوم الكبير اللي في ايد الناس الاصفر ده. تقريبا الناس كانت، انا مش عايزه اظلم برضو المطافي، ممكن يكون الناس كانت بتحاول ان هي تنقذ الموقف في الاول، لان كان في خرطومين في الميه في البحر، بيحاولوا ان هم يطلعوا ميه للعربيه، لكن انا قلت خلاص لكن تقريبا ما امكنش يعني. فطلبوا بقى خلي بالك العربيات واقفه خوفا برضو على فكره، خوفا يعدوا جنبها وهي كده. الفرقة كده بتاعتها. ها
مش عارفة ما المطافي جت الدنيا وقفت ليه. عشان يعرفوا. ربنا يلطف بينا ويلطف بالناس اللي كانت فيها. على فكرة هم بطلوا تقريبا أول ما بطلوا النار دي ولعت تاني. هي النار يا جماعة كانت ولعت فجأة بعد ما طفوا خلاص، فجأة لقينا نار جامدة طالعة في السما، كنت أنا طافية الكاميرا ساعتها، فبدأوا يطفوا تاني. الدخان الكتير ده علشان كانت النار ولعت جامد بسواد برضه، الدخان اسود برضه فجأة كده. الناس كلها ما شافت الحادثة دي. كده خلاص بقى هم طفوها خالص اهي وهدت خالص. ربنا يا رب يلطف بينا وباللي كان فيها، ربنا ما يوريناش في نفسنا حاجة وحشة أبدا ولا في أي حد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.